أهلا بكم. أدين البرلماني السابق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب محمد العايدي يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بعقوبة الحبس النافذ لمدة 2 سنين وغرامة مالية تصل إلى 30,000 درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 200,000 درهم للجماعة بعد أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. إلى جانب العايدي، فإن المحكمة أدانت 6 أشخاص آخرين في نفس الملف، بينهم مهندسون جماعيون وتقنيون، بعقوبات تتراوح بين الحبس لمدة 1 وشهرين. تتعلق القضية باتهام البرلماني السابق بالفساد الإداري والمالي أثناء توليه منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، حيث تم اتهامه بتبديد أموال عامة والتزوير في جوائز إدارية واستغلال النفوذ والارتشاء. تم احتجاز العايدي في سجن بوركيز بضواحي مدينة فاس منذ منتصف شهر دجنبر الماضي بعد إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بناء على قرار من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس. ينضم العايدي بذلك إلى قائمة من البرلمانيين والمسؤولين السابقين الذين أدينوا بتهم مرتبطة بالفساد وجرائم الأموال، في سياق يبرز أهمية مكافحة الفساد وتطبيق العدالة بكل حزم وعدالة.